من الذكاء الصناعي الآن يتخيل لنا صورة للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هل معقولة يتجرأ إنه يحط صورة للنبي محمد؟ خلونا نشوف شو راح تطلع معنا النتيجة الآن. في هذه التجربة راح نسأل الذكاء الصناعي لإنشاء أو تخيل مجموعة من الصور الجدلية. نبداهن في أول تخيل. راح نطلب من الذكاء الصناعي يتخيل روبوت مسلم. راح نكتب نطلب منه تخيل لنا روبوت مسلم ونشوف النتيجة. يلا، هذه مجموعة صور تخيلية من الذكاء الصناعي لروبوت مسلم. واو، صور قريبة جدا للواقع. وراح نطلب من الذكاء الصناعي يتخيل لنا موقف يوم القيامة. ملايين من الناس مجتمعة في يوم القيامة المعلوم، وهذه مجموعة من صور ليوم القيامة تخيلها الذكاء الصناعي لملايين من الناس، تقريبا يعني مقبولة نوعا ما، فيها أوجه تشابه على حسب ما ذكر في القرآن الكريم. والآن راح ننتقل إلى النبي موسى عليه السلام كما ذكر بالقرآن. شق البحر إلى نصفين في عصاه. راح نطلب من الذكاء الصناعي يتخيل لنا النبي موسى عليه السلام وهو يحمل عصاه أثناء شق البحر. كمان شوف الآن ظهر صورة لسيدنا موسى عليه السلام قريبة يعني من الواقع لكنها بعيدة كل البعد. ما أتوقع هذا النبي موسى عليه السلام. اكتبوا لنا رأيكم بالكومنتات. راح أرجع أطلب منه روبوت محجب لابس الحجاب. روبوت محجب ولابس الحجاب. خلونا نشوف النتيجة. حلو، طلع مرأة محجبة على شكل روبوت. حلو حلو. نطلب الآن من الذكاء الصناعي تخيل لنا فتاة محجبة في الفضاء تحمل القرآن الكريم. خلونا نشوف. جابها طبق الأصل 100%. كما نلاحظ الآن فتاة تحمل القرآن الكريم في الفضاء أو في مركبة فضائية. صور حلوة، جاب تفاصيل القرآن مع الحجاب مع أنها فتاة مسلمة. نجي للسؤال المهم والجدلي. ماذا لو طلبت منه تخيل صورة للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ راح نطلب من الذكاء الصناعي الآن يتخيل لنا صورة للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هل معقولة يتجرأ إنه يحط صورة للنبي محمد؟ خلونا نشوف شو راح تطلع معنا النتيجة الآن. Let's go. وكما نشاهد الآن هناك خطأ في الموقع. ظهرت هذه الرسالة إنه يجب مراجعة الطلب اللي قدمته لا نقدر إيش نفيدك. يعني مختصر الحديث ما يقدر يتخيل صورة للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أي تطبيق للذكاء الصناعي الآن إلى هذه اللحظة لا يمكنه التنبؤ بصورة للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اكتبوا لنا بالكومنتات رأيكم واكتبوا لنا الصلاة على النبي، ولا تنسونا من زر اللايك والإعجاب في هذا المقطع لنقدم لكم أفضل محتوى. تحياتنا لكم 1000، تحياتنا لكم 1,000,000، تحياتنا لكم مليار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.